السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هي مبروك علينا الروا، مبروك علينا الغيث، تبارك الله على هذا الخير ديال الله. والله يزيد، الله يجعل كلشي مبارك ومسعود وتكون أحسن شتاء بإذن الله. الله يفيض علينا الخير. المهم جاتني واحد الفكرة دابا لبالي، قلت قبل ما ننساها، هو أنني أنا عاد فهمت على الشي عيالات تيديروا النقاب. هو النقاب غير واجب نهائيا في الإسلام. الوجه واليدين بالعكس خصهم يبانوا باش تتعرف انها امراه، ولكن شي عيالات كيديروا النقاب وكيلبسوا كلشي كحل. والله القسم الا عاد حسيت بهم، لان كاين شي اعداء الله في هذه الارض، واعدائنا تيحسبوا عليك. راه حاشاكم، سمحوا لي على هذا المثال، راه الطواليت الا دخلتي ليها راه تيقولوا سعداتها راه داخله الطواليت تتفاجئ، راه ما كرهوش يقلبوا لك الملابس الداخليه ديالك. وسمحوا لي على هذا الاسلوب ديال هذا الصباح، ما كرهوش يشوفوك شنو كتلبس يوميا في خلاها عادل الامام في الملابس الداخليه. بزاف والله، حتى بزاف انا ضد النقاب، ولكن شي مرات تنقول، واصلا ملي تنشوف مرة دايره النقاب ولابسها في الكحل قلبي كيتقبض وكنتزير. ولكن انا عذراهم بزاف التابعه اللي في هذه البلاد بزاف، والناس مساكن حماقوا وتسطاو وحياتهم تدمراتو ومشاو للمقابر، وولادهم خرجوا لهم الله يستر، تيديروا شي حوايج لا تعقل بسبب الحضيان، بسبب التقواص، بسبب الاحضاء. والله يا ربي نقولوا امين يا ربي. ديك التبعه ديالهم وديك الحسد وديك العين ديالهم القويه اللي في هاد البلاد، هاد المرضى ديال الانس لعنهم الله، يا ربي ديك العين ديالهم وديك الحسد وديك التبعه وديك الشعوذه ديالهم، يا ربي يكون حنا سلاح لينا، اكبر سلاح يكون بحال سلاح الصاروخ، نحرقوهم به ونقتلوهم. يا ربي تقلب عليهم. هادشي اللي تنقصد، ماشي نقتلو بيدينا، يعني تقلب عليهم كسلاح قوي. المهم انا هاد الفيديو درتو غير باش نقول لكم راني وليت كنعذر العيالات اللي كيديروا النقاب، وحنا كنبقاو نقولوا علاش والتشدد كاين لا تشدد لا والو. هذيك السيده شوف ربي اللي عالم بها، شوف شكون اللي راه تابعها وتيدمر لها حياتها. اذا احسن حل هو تحاول تحجب، والحاجب والحامي هو الله سبحانه وتعالى. صباحكم مبروك.